مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن في كشف آسر، كشف حفيظ دراجي المعلق الجزائري المعروف في قنوات بي إن سبورت القطرية، عن اسم المدرب المستقبلي للمنتخب الفاف، مرجح أنه سيكون الخليفة لجمال بالماضي على رأس الفريق الثعالب. أعلنت الفاف رسميا الأربعاء الماضي استقالة جمال بالماضي من منصبه كمدرب للمنتخب الجزائري، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام المنتخب الموريتاني واحد هورد سبر، والإقصاء المبكر من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2024 بساحل العاج في انتكاسة ثالثة على التوالي. وتنتظر الجماهير الجزائرية التي نفد صبرها وفضولها الكشف عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود مصير الثعالب في التحديات المقبلة في التصفيات الكأس العالم 2026 التي ستنظم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا. كشف في إطار برنامج على منصة دراجي عرف عن المدرب المستقبلي للمنتخب الجزائري. المرشح الأوفر حظا لتولي زمام الفريق هو البوسني وحيد خليل دزيتش، المعروف بالفعل المعرفي في الجزائرية بفضل تجربته السابقة كمدرب للجزائر. وافتتح الدراجي تصريحاته بالرد على إقصاء الجزائر من المونديال وخروج بالماضي الهزيمة أمام موريتانيا والإقصاء من دور المجموعات بكأس إفريقيا أدت إلى خروج بالماضي بعد 5 سنوات كاملة تحت ضغط إعلامي وشعبي. وضجت وسائل الإعلام حول احتمال عودة وحيد خليل دجيتش لتدريب منتخب الجزائر، كما تتداول أسماء مثل هيرفي رينارد ومدربين آخرين في مصادر مختلفة. ومن الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مع أحدهم بحلول نهاية يناير كان الثاني الجاري. وأوضح الدراجي لكن يبدو أن خليل دزيتش في وضع أفضل للعودة إلى قيادة المنتخب الجزائري في هذه الظروف الخاصة، ومن المتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للثعالب ومشجعيهم في انتظار التأكيد الرسمي على هذا الفصل الجديد في تاريخ كرة القدم الجزائرية. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.